يا بت، هو انت هتفضلي طول النهار نايمة وماسكة الموبايل كده؟ امتى نجوزك ونخلص منك؟ بذمتك يا ماما اسيب بيت ابويا اللي باكل وبشرب فيه ببلاش وبتدلع فيه براحتي وانام واصحى براحتي عشان اروح اتجوز واحد معرفوش واعمل له اكل واغسله واكويله واروق البيت واغسل المواعين وكمان اجيب عيال ويقرفوني في عيشتي؟ ليه هو انا عبيطة؟ ماما انا حامل. ايه؟ مبروك. انا هتزقزنك بس يا ماما، اقعد هنا اول 3 شهور بس. انت عارفة بقى ما ينفعش اعمل مجهود في اول 3 شهور. ماشي يا حبيبتي. يا نوجة مش دخلتي في الرابع؟ ما هو بصراحة كده يا ماما الشهور اللي في النص دي بيبقى فيها وحم وخميس مش هيقدر على طلباتي. ربنا بقى يخليك ليا يا بابا. ماشي يا حبيبتي. ايه يا نوجة، هو مش انتي دخلتي في السابع؟ ايوه يا ماما. بس انا ممكن اولد في اي لحظة. اي لحظة ازاي؟ ده انتي لسه في السابع. ما هو ممكن يجي ابن 7 ابن 8 الله اعلم بقى. انا بصراحة كده مش همشي غير مولد. هيا نوجة مبروك مجالك. بقى الملك الشنطة عشان تمشي. امشي ومين هيساعدني في تربية الواد؟ ايه يا بنتي رافضة العريس اللي جايلك ليه؟ ورافضة ليه الجواز؟ يا بنتي ده الجواز حلو قوي، ده الجواز جميل وهتعيشي حياتك فسح وخروجات وهدايا. تعالي شوفيني مبسوطة ازاي، كل يوم فسح وخروجات وجوزي ده السند اللي ربنا بعتهولي، ده مش مخليني محتاجة حاجة خالص. لبس ومجوهرات وفسح وتلفينات. لازم تتجوزي عشان تبقي زيي. لا مش بعيط ولا حاجة. جرى يا لوجة فين الاكل؟ انت سايبه الاكل وعماله ترغي في التليفون. سمعتي؟